اخباركم؟ شو علومكم؟ ابي اسوي معاكم اليوم صينية بطاط. عندي بطاط كذي، شوفوا قصصته شرايح ما تكون وايد متينة. اول شي راح احط عليه ربع قالب زبدة. بعدين عندي هني بابريكا، بودرة البصل او بصل بودرة، فلفل اسود، نعناع مجفف، كله راح احطه مع بعض، اخلطه بطريقة مختلقة من البهارات. زين، حاولوا توزعينه عدل عشان الكل البطاط يصير فيه نكهة البهارات اللي انا حطيتها. دكوكة يا حياتي، طبعا لازم ملح، راح احط ملح معاه. الحين راح احط عليه، طبعا حطيت عليه ملح، راح احط عليه صلصة البشاميل. يا انك تسوينها يا انك تستغلين الوقت وتحطين الجاهزة هذه اللي انا قاعدة احطها مالت كيدي دي. وراح اشيلها وادخلها الفرن بس تستوي كلها مع بعض. راح اطلعها اوكي كذي. راح احط عليها شويه ربع كوب ماء عشان ينضم معي البطاط عدل. دخلها الفرن حراره عاليه شوي تكون عشان تستوي معانا. وخلص معاي البطاط، شوفوا شكله يشهي. قلت اقدمه مع شنو؟ اليوم انا مسويه ستيك دياي، راح احط من البطاط كذي على جنب، وراح احط من الستيك اللي انا مسويته ستيك دياي. طبعا طريقتها موجوده عندي باليوتيوب والانستغرام اذا احب احط معها الخضار. واو احلى شيء بطاط كذي ويلي حار. نسيت اقول لكم تقدرون تحطون عليه شويه من هذا يعطي طعم، شوف، وشويه اورجانو. خيال. وتقدمونه وعلينا وعلى عيونكم بألف عافيه.